انا هقولها وهطلع اجري قبل ما تبدا حمله الديسلايك. مستعد؟ سولو ليفلنج انمي وحش جدا. النبي يالا يا نهار ازرق، الرجل اللي ابنودي انت ما حرمتش يا سامحني يا ريس وربنا اخر مره. سولو ليفلنج انمي ليه شبيحه كتير قوي والناس هتدافع عنه، بس قبل ما تهاجمني سيبني اقول لك بس خدني على قد عقلي وتعالى نتناقش. الو، مين معايا؟ ايه، محدش معايا كلهم عليا؟ الاول انمي من ناحيه الانتاج فهو الافضل، ومش هقدر اقول لك اي حاجه غير كده. من ناحيه الرسم والتحريك، بص يا عم خدها هي كلمه مني، انمي جامد. لا بص، طالما في انتاج والانتاج صارف يا معلم، فالرسم والتحريك طبعا تحفه. وهيكونوا مبدعين فيه، مع اني بص هقولها لك اهو، السيزون الاول كرسم وتحريك اعلى بكتير قوي من السيزون التاني. نروح بقى للشخصيات. بص انا عندي سؤال، انت فاكر اي شخصيه في الانمي غير جين وو؟ خليك والاخ بامين. انا عاطف جلمبي اللي كنت قاعد معاكم في نفس الفصل. مش فاكرك يا اب. اهلا بابو صلاح. الله يخليك. الا هو بابا ما جاتش معاك ليه؟ لا بابا تعيش انت. يلا مش مهم. اتفضلوا اتفضل. الا هو البطل يعني بالمناسبه لو انت فاكر اسمه اصلا. انمي ببساطه كده، في السيزون الاول كان تطور الشخصيات حلو، انت بتتفرج على شخصية جين وهي بتبدأ من الصفر لغاية ما بتوصل للمستوى اس، والوضع بتاعه بيبقى عامل ازاي وازاي بيتطور. وكانت القصة على قد ما هي انت مركز مع جين وهامل كل التفاصيل التانية، بس كانت بالنسبة لي ممتعة، لان هنا انا مش محتاج اعرف كتير عن العالم على قد ما انا عايز اعرف عن جين وازاي هيتطور. حلوة حلوة يا ولا، ايه ده ثبتني، صدقتك واقتنعت. هايل هايل والله. وده عكس السيزون التاني. السيزون التاني انت حاولت تدخل كاركترات كتير فيه وبشكل اوفر، الكاركترات دي طلعت ضعيفة جدا. يعني ازاي الاحظ ان مستوى اس الفرق ما بينه وما بين جين اللي اتطور في فترة قليلة جدا، ان جين اعلى منهم بكتير قوي قوي. ده انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ ولا ايدك جنبك، ولا ايدك جنبك، ولا ايدك جنبك، ولا طب هما كانوا بيعملوا ايه؟ هل كانوا بيلعبوا في مناخيرهم طول الفترة اللي فاتت؟ ما ده مش طبيعي يا معلم. يعني خلينا مثلا نقارن سولو ليفلنج بانمي زي وان بانش مان. وان بانش مان هو انمي مبني على الرجل الواحد، هو انمي مبني على البطل اللي عنده بنية تعمل اي حاجة. طب تعالى اتفرج الكاركترات اللي حواليه، الدراما بتاعتها احلى 100 مرة من الدراما المسؤولة عن البطل الاساسي. حتى الغموض الموجود امتع. فانمي سولو ليفلنج هو على قد ما عندنا بطل اوفر باور، بس الكاركترات الفرعيه ملهاش وجود، عكس وان بانش مان. الكاركترات الفرعيه هي اللي مخليها للانمي معنى. انت فاهم قصدي؟ يا رب تكون فاهم. لو فاهمه شكرا، يعني شكرا. طيب يا سيدي شكرا كفايه. بس عشان اوريك اكتر ان الانمي فاضي، القصه مش قويه. احنا لو شلنا فكره تطور شخصيه جين وو، فما عادش في حاجه تانية اتقدمت خلال السيزون الاول والتاني. بالعكس، السيزون التاني انت بتتفرج عباره عن فايتات، ناس بتتضرب، جين يجي يسلخ الناس دي كلها، يصحي جيش الظلال، يخلصوا الحرب، هو يرجع ينام في بيته، يصح امه، يروح ارض الشياطين، يرجع يصالح امه، يصح امه، يرجع. ايه يا عم؟ مشكلتي مع الانمي ان هو سطحي، الكاركترات الفرعيه ضعيفه بشكل كبير، كتابه الانمي ذات نفسها مش احسن حاجه. بيقولوا ان المانهوا احسن بكتير جدا، المانهوا فيها حاجات ياما مش موجوده في الانمي. اوعى يغرك جسمك. اوعى يغرك جسمك. ودي تقولها الواد شايف نفسه. قارش قارش. هتقولهم لي نلي هقولهم لك شريان. هتقولهم لي نلي هقولهم لك شريان. ودي اقولها في رمضان. بس لو جينا نقارن الاتنين ببعض، انا ما قريتش المانهوا، فانا هنا لما باجي بقارن مع الانمي مع حاجات شبهه، فبشوفه ان هو مش حلو مش وحش، بس انا بتفرج على رسم وتحريك وانتاج هو خرافي، الاخراج ممتاز بشكل كبير جدا. بس انا مشكلتي مع القصه والشخصيات ان هي من اضعف الحاجات. انا عايز اديلك كارثه ان كتابه شخصيه روك لي في ناروتو احسن 100 مره من كتابه انمي سولو ليفلنج كله. 見たらこう
パタパタパタパタするやつです。وهستنى رأيك، وخف ايدك شوية عليا والنبي استدين الناس. خف ايدك في الديسلايك كده، مش عايزين نوصل ل 200,000 ديسلايك، مش كده يعني يا رجالة.